Good morning middle 2 how are you؟ النهارده ان شاء الله هنبدأ في اول ليسون عندنا في المنهج. فاكرين لما كنا بنقول يلا بينا نخلص ميدل 1 عشان نستريح منها، او جت ميدل 2 وما تقلقش منهج ميدل 2 بسيط قوي وسهل قوي. اهم حاجة تكون مركز معايا، تمسك معايا كده ورقة وقلم اول باول وتحل معايا الاسئلة، ولو احتجت اي حاجة طبعا ما تنساش تكتب لي في الكومنتس او تبعت لي برايفت. هنبدأ بأول حاجة عندنا والدرس بتاعنا هو اسمه real numbers. قبل ما أبدأ في الريل نمبرز كده محتاج أفكرك بحاجة. النمبرز الكاونتنج والحاجات اللي احنا كنا واخدينها قبل كده كان عندنا شوية سيتس كده. يعني ايه سيت يا مستر؟ يعني مجموعة فيها شوية أرقام. أول سيت بدأنا بيها كان اسمها الكاونتنج نمبرز، كنا بنرمز لها بالرمز سي. كاونتنج نمبرز دي اللي هي كانت عبارة عن ايه؟ كانت عبارة عن ال1 و2 and so on. يعني الكاونتنج نمبرز دي هي الارقام اللي انت بتعد بيها، الارقام اللي انت بتعمل بيها كاونتنج. طيب بعد كده زودنا عليها الزيرو وبقى اسمها natural numbers. ايه هي الناتشرال نمبرز؟ اللي هي عباره عن 0 1 2 and so on وهكذا. طيب بعد كده زودنا عليها حاجه وبقى اسمها الانتجرز. ايه الانتجرز دي؟ كنا بنرمز لها بالرمز Z. الانتجرز اللي هي كان بيبقى الزيرو في النص وعلى يمينه ارقام وعلى شماله ارقام تانية. يعني كانت بتبقى كده الزيرو اهو، على يمينه البوزيتيف انتجرز اللي هم 1 و 2 و 3 اند سو اون، وعلى شماله نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 اند سو اون وهكذا. طيب بعد كده بقى السنه اللي فاتت في ميدل 1 اخدنا حاجه اسمها راشنال نمبرز. ايه هي الراشنال نمبرز دي؟ الراشنال نمبرز دي كنا بنرمز لها بالرمز Q، وكنا بنقول ان هي اي نمبر ممكن تكتبه في شكل A over B، اي نمبر ممكن تكتبه في شكل fraction. يبقى الراشنال نمبر هي any number can written in the form A over B. طب ايه الشرط اللي كان فيها؟ كان عندي شرط مهم قوي ان الB ده doesn't equal zero، ما ينفعش الB يبقى بزيرو. تمام؟ النهارده هنيجي بقى نتكلم في حاجه جديده وهي ال irrational number. ايه ال irrational number ده؟ دلوقتي بس كده قبل ما نخش على الirrational number محتاجين نفتكر حاجة. كان عندنا أرقام اسمها perfect square وأرقام تانية اسمها perfect cube. إيه هما ال perfect squares وإيه هما ال perfect cubes دول؟ يعني مثلا لو جينا قلنا 1 times 1 اللي هي equal 1، 2 times 2 equal 4 وهكذا بقى 3 times 3 و 4 times 4 وهكذا. الأرقام دي اسمها إيه؟ اسمها perfect سكوير. تمام. طب ايه هو البيرفكت كيوب؟ البيرفكت كيوب اللي هو الارقام اللي هي 1 اتعملت بقى تايمز نفسها 3 مرات، او 2 اتعملت تايمز نفسها 3 مرات وهكذا. الارقام دي كان اسمها ايه؟ كان اسمها بيرفكت كيوب. بيرفكت طب البيرفكت سكوير والبيرفكت كيوب دول كنا بناخد لهم حاجه اسمها سكوير روت او كيوب روت. السكوير روت ده اللي هو بيكون عامل كده، او الكيوب روت اللي هو بيكون عامل بالشكل ده وعليه 3 من هنا كده. تمام. السكوير روت ده لو كنت بحط جواه رقم بيرفكت سكوير، عرفنا خلاص يعني ايه بيرفكت سكوير؟ يعني رقم نتج من حاجه اتعملت تايمز نفسها مرتين. يعني مثلا لو جيت عملت كده سكوير روت اوف 4، سكوير روت بتاع ال 4 بكام؟ هيقول لي ايه الرقم اللي اتعمل تايمز نفسه مرتين؟ ال 2. يبقى سكوير روت اوف 4 بيكون ايكوال 2. طب بالنسبه للكيوب روت نفس الفكره، كيوب روت اوف 8 اللي هو ايكوال كام؟ اللي هو برضه ايكوال 2. تمام. نبدا بقى نخش على الشغل الاساسي بتاعنا. واللي هو الدرس بتاعنا اللي بيتكلم عن الريل نمبرز والirrational نمبرز. يعني ايه اصلا irrational نمبر؟ احنا قلنا irrational نمبر يعني اي رقم ممكن تكتبه في شكل ايه؟ في شكل A over B، في شكل fraction. طب irrational نمبر يعني رقم مش هتعرف تكتبه في شكل fraction. طب تعالى كده بس نفتكر irrational نمبرز نفسهم كانوا عاملين ازاي. قلنا هو any number can written in the form A over B وال B doesn't equal 0. ال B ما ينفعش تبقى 0. وعندك examples عليها اهو، مثلا square root of 25 اللي هو equal 5.
سكوير روت اوف 4 اللي هو ايكوال 2 وهكذا. الكيوبيك روت نفس الكلام اوف 27 ايكوال 3 نفس الفكره بالظبط، وارقام ممكن نكتبها في شكل ايه؟ بشكل فراكشنز. طيب بالنسبه للإيراشنال بقى، تعال نشوف كده الإيراشنال عامل ازاي. الإيراشنال بيقول لي ان هو رقم ما ينفعش تكتبه في شكل A over B، مش هينفع تكتبه في شكل فراكشن. طب ازاي مش هينفع اكتبه في شكل فراكشن؟ هنمسك الكالكوليتر وهنشوف. مثلا انا معايا رقم زي ده سكوير روت اوف 2. سكوير روت اوف 2 ده لو جيت كتبته على الكالكوليتر هيطلع معاك عامل ازاي؟ تعال نشوفه كده. سكوير روت اوف 2 بص المنظر طلع معاك زي ما هو سكوير روت اوف 2. طب تعالى نتك على زرار الاس دي ده ونشوف هيبقى عامل ازاي. بص الرقم عامل ازاي؟ ديسمالز كتير قوي، هو عباره عن ديسمالز كتير قوي. طالما طلع معاك بالشكل ده يبقى الرقم ده اسمه ايه؟ اسمه irrational. irrational يعني مش راشنال. الرقم ده مش راشنال، يعني ما ينفعش تكتبه في شكل فراكشن. هتكتبه ازاي في شكل فراكشن وهو عامل كده؟ ارقام كتير قوي. تمام. زي مين تاني؟ مثلا لو جينا اخدنا مثلا كيوبيك روت هنقول مثلا 7. تعال نشوف شكله عامل ازاي. طلع لي بالمنظر ده. نفس الفكره برضو اللي انا بتكلم فيها، يبقى الرقم ده irrational، يبقى الرقم ده ايه؟ مش راشنال خلاص. طيب هي دي الفكره الاساسيه بتاعتنا، ان احنا بنتعرف على الراشنال نمبر والايراشنال نمبر. تعالى نبدا كده بس نشوف اول اكزامبل عندي، واللي هو بيقول لك which of the following numbers is rational and which irrational. مين في دول rational ومين في دول مش rational. طب انا هعرف منين اذا كان rational ولا irrational؟ تعال نشوف مع بعض كده هنعرفها ازاي. اول حاجه عندي negative 13، يعني بالعقل كده negative 13 ده ممكن تكتبه في شكل fraction ولا ما تعرفش؟ اعرف اكتبه في شكل fraction طبعا، لان هو ممكن يتكتب كده negative 13 over 1. ده كده fraction ولا مش fraction؟ fraction، يعني ده كده rational. طالما هو rational يبقى انت هتكتب لي كلمه Q راشنال. طب بالنسبه للروت 4 سكوير روت 4 ده، هل هو راشنال ولا ايراشنال؟ طب هل في حاجه، انت طبعا بتسال نفسك السؤال ده، هل في نمبر ممكن اعمله تايمز اتسيلف يديني 4؟ في نمبر ممكن تعمله تايمز اتسيلف يديك 4، اللي هو مين؟ اللي هو 2. يبقى الرقم ده عباره عن 2. لو جيت اخدت سكوير روت على الكالكوليتر لل4 هيطلع معاك ب 2. يعني ده كده راشنال ولا ايراشنال؟ طالما هو هول نمبر كده يبقى اقدر اقول ان هو راشنال كيو. طب بالنسبه لده بقى سكوير روت اوف 17. بالنسبه لل 17 هو انت في حاجه ممكن تعملها تايمز نفسها تديك 17؟ تعال نفكر كده. يعني مثلا 1 تايمز 1 ب 1، 2 تايمز 2 ب 4، 3 تايمز 3 9، 4 تايمز 4 16، 5 تايمز 5 25. مفيش حاجه من دول طلعت معاه ب 17. هتكتبها على الكالكوليتر هيطلع معاك ديسمالز كتير قوي كده، وجرب وشوف طلع معاك عامل ازاي. يبقى الرقم ده راشنال ولا ايراشنال؟ يبقى الرقم ده من غير ما تفكر كده ايراشنال، يبقى كيو وعليها شرطه كده اسمها كيو داش، ده كده ايراشنال. طب تعال نشوف ده نيجاتيف كيوبيك روت اوف 27. نيجاتيف كيوبيك روت اوف 27 ده كده راشنال ولا ايراشنال؟ هتحطه على الكالكوليتر هيطلع معاك بكام؟ هيطلع معاك بنيجاتيف 3. جرب معايا كده على الكالكوليتر وشغل ايدك ما تبقاش كسول. طلع معاك بنيجاتيف 3، يبقى الرقم ده كيو راشنال. طب كيوبيك روت اوف 10، جرب معايا كده ومستنيك تقول لي طلع معاك بكام. كيوبيك روت اوف 10 هيطلع معايا برضو بديسمالز كتير، يبقى ده كده برضو ايه؟ يبقى ده كده irrational، تعمل كيو داش. طب هنا 0.125 بالنسبه للرقم ده هل هو راشنال ولا irrational؟ اسال نفسك برضو هل انا اقدر اكتبه في شكل فراكشن ولا ما اقدرش؟ مش ده ممكن يتكتب كده 125 over 1000؟ يبقى ده كده راشنال ولا ايراشنال؟ طالما اتكتب في شكل فراكشن يبقى الرقم ده راشنال، يبقى نقدر نقول ان هو كيو. طب تعالى نشوف دول 4.3 recurring. الرقم ده كان اسمه ايه؟ كان اسمه recurring number، اللي هو ال 3 بتتكرر كتير قوي. طب ما هو كده يا مستر في ديسمالز كتير، ده كده راشنال ولا ايراشنال؟ طالما الرقم كان recurring او في ديسمالز ونفس الرقم اللي هو ماشي بنفس الباترن، يعني الرقم ده لما تيجي تكتبه على الكالكوليتر يطلع معاك كده 4.3333 كتير قوي، يبقى الرقم ده برضو اقدر اقول عليه ان هو راشنال. ليه؟ لان انا اقدر اكتبه في شكل فراكشنز. كنا خدنا السنه اللي فاتت ازاي تكتب ده في شكل فراكشن.
تمام. يبقى الرقم ده نقدر برضو نقول ان هو راشنال. طب 3 and 2 over 5، تعالى كده نشوف 3 and 2 over 5 كده لو جربنا نعملها بالكالكوليتر هتبقى عامله ازاي. معايا هنا نكتب الرقم اهو ميكسد نمبر 3 and 2 over 5. والله طلع معايا الرقم فيه ديسمالز كتير هقول ان هو irrational. طلع معايا الرقم سهل وما فيهوش حاجه زي كده يبقى ده ايه؟ يبقى ده راشنال. يبقى انا دلوقتي اقدر اقول ان ده راشنال نمبر. تمام. طبعا الموضوع بسيط قوي وما فيهوش اي حاجه، انت بس بتلعب وبتجرب بالكالكوليتر وما فيهوش اي حاجه صعبه. طيب عندي بقى فكره تانية، هيجي كده يقول لك تعالى يا حبيبي انا عندي النمبر اللي هو سكوير روت اوف 7، انا عايز اعرف الرقم ده موجود ما بين مين ومين. واحد صاحبك مثلا جه قال لك الرقم ده موجود بتوين مين ومين، سكوير روت 7 ده. فحضرتك هتقوم جاي ماسك الرقم ده كده وتركز معايا في اللي انا هقوله لك. الموضوع بقى ايه؟ سهل قوي. انا عايز اعرف سكوير روت 7 ده بتوين انهي تو نمبرز. فانت محتاج حاجه مهمه قوي، محتاج تبقى عارف مين البيرفكت سكوير اللي قبله ومين البيرفكت سكوير اللي بعده. ازاي؟ يعني انا دلوقتي سكوير روت 7 ده، مين البيرفكت سكوير اللي قبل ال7؟ اللي قبل ال7 بيرفكت سكوير قبل ال7. يعني مثلا لو جينا قلنا 1 تايمز 1 بكام؟ ب 1، 2 تايمز 2 بكام؟ ب 4، 3 تايمز 3 ب 9. يبقى انا دلوقتي معايا الاثنين دول اللي هو 2 تايمز 2 ب 4. يبقى انا دلوقتي الرقم ده بتوين ال4 سكوير روت بتاع ال4. ومين تاني؟ ال 3 تايمز 3 ب 9، يعني ده smaller than سكوير روت اوف 9. تمام قوي الكلام ده. طيب يبقى ال 7 دي بتوين مين ومين؟ بتوين سكوير روت اوف 4 and سكوير روت اوف 9. يعني ما بين مين ومين من الاخر كده؟ يعني ما بين ال 2 وال 3. ولو جيت جربت تكتبه على الكالكوليتر اهو، تعال نشوف سكوير روت اوف 7 هتلاقيه طلع معاك ب 2 وشويه ديسمالز كده جنبها اهو، 2 وشويه. يعني هو ما بين مين ومين؟ طالما هو 2 وشويه يعني هو بتوين ال 2 وال 3. والله قال لك اعمله على النمبر لاين، الموضوع هيبقى بسيط. ترسم بس النمبر لاين وهتحط كده هنا 2 هنا 3 وتكتب النمبر في النص كده او ايه. شوف هو مثلا 2 هو كان طلع معايا 2 and 6، يعني هو عدى نص المسافه، فانت تقرب شويه من ايه؟ من ال 3. الموضوع بيكون سهل في الحته دي، مش بنعقدوها يعني. المهم تجيب لي هو بتوين مين ومين. طيب ناخد واحده كمان زيها. بيقول لي هنا find two consecutive integers such that cubic root of 5 lies between them. انا عايز رقمين يكون الكيوبيك روت بتاع ال 5 ما بينهم. طب عشان اعمل ده محتاج ابقى عارف الكيوبيك روت اللي قبل ال 5 اللي هو البيرفكت كيوب اللي قبل ال 5 والبيرفكت كيوب اللي بعد ال 5. طب انا مش عارفهم، مش عارف احفظهم. هتقوم جاي ماسك الكالكوليتر. ادي الكالكوليتر، تعمل كده كيوبيك روت ل 5 بكام حضرتك؟ هتقول لك كيوبيك روت 5 ده ب 1 وشويه ارقام كتير كده، يعني هو ما بين ال1 وحاجه بعديه. هو ايه اللي بعد ال1؟ اللي بعد ال1 هو ال2، يعني هو ما بين ال1 وال2. طالما الرقم ده ما بين ال1 وال2 خلاص كده يبقى الموضوع ايه؟ بسيط. يبقى الكيوبيك روت 5 ده بتوين مين ومين؟ بتوين ال1 وال2. هو greater than ال1 و smaller than ال2. بس هي ال2 دي عباره عن كيوبيك روت اوف كام؟ طبعا ال1 سهله، ال1 هي كيوبيك روت اوف 1، لكن ال2 هي عباره عن كيوبيك روت اوف 8. يعني دلوقتي الموضوع بالنسبه لي بقى عباره عن ال1 وال8. يعني برضو هو بتوين مين ومين، انت لازم بس تكتب الخطوه دي ما فيهاش حاجه يعني. يبقى دلوقتي ده لايز بتوين مين الانتجرز اللي هو بيتكلم عليهم، هقول له 1 and 2. يبقى ده كده lies between 1 and 2. طب تعال نشوف اللي بعدها. عايز برضو 2 consecutive integers يكون الروت 15 موجود ما بينهم. هو روت 15 ده مين البيرفكت سكوير اللي بعده ومين البيرفكت سكوير اللي قبله؟ البيرفكت سكوير اللي قبله لو جيت قلنا 2 times 2 ب 4، 3 times 3 ب 9، 4 times 4 ب 16. يعني هو ما بين مين ومين؟ ما بين الاثنين دول ال 9 وال 16. يبقى انا هقول له سكوير روت اوف 15 هو ما بين سكوير روت اوف 9 and سكوير روت
of 16. يعني ايه square root of 9 and square root of 15؟ يعني ما بين ال 3 وال 4. يعني هو دلوقتي ما بين ال 3 وال 4. طيب نفس الفكرة find the nearest whole number. أنا عايز أقرب whole number للرقم ده. طب هو الرقم ده square root of 23. هتيجي تقول لي مستر أنا كل حاجة هفضل أعملها بدماغي، الموضوع إيه؟ مش حافظ البيرفكت سكويرز والدنيا لسه إحنا في الأول، فقول لي على فكرة بالكالكوليتر. هقول لك تعالى تمسك ده square root of 23 تبقى على الكالكوليتر تلاقي معاك بالشكل ده. طيب الرقم ده اللي هو كام؟ اللي هو 4 وشوية. طب الشوية دي هل انا اعرف اعمل لها approximate؟ يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني هو طلع معايا ب 4.7. تمام. ال 4.7 دي قريبه لمين؟ قريبه لل 5 ولا قريبه لل 4؟ يعني ال 7 دي ممكن تزودها ولا مش ممكن؟ ال 7 بتزود ال 4، يعني ده كده هيبقى nearest to 5. تمام. طب هنا نفس الفكره cubic root of 9. تعالى نكتبها على الكالكوليتر. cubic root of 9 بكام؟ ب 2.08. 2.0 يعني هي خلاص 2، يبقى انا كده الرقم ده قريب من مين؟ قريب من ال 2. طب تعالى نشوف ده square root of 3 plus 1. square root of 3 plus 1 اللي هو بكام؟ تعالى نكتب بس square root بتاع ال 3 هيطلع معايا ب 1 بوينت شويه حاجات، او نكتبها كلها عادي اهو. square root of 3 plus 1 هيطلع معاك بالشكل ده. تعمل كده طلع معايا 2.7. 2.7 يعني هي قريبه لل 2 ولا لل 3؟ طبعا قريبه لل 3. طب تعالى هنا بيقول لي الرقم ده 5 minus cubic root of 5. برضو نفس الفكره، ادي الكالكوليتر احنا ما تعبناش في حاجه، انت بتكتبه على الكالكوليتر هي بتقول لك قريب من ده ولا قريب من ده. هنا بيقول لي 5 minus cubic root of 5 بكام حضرتك؟ طلعت معايا ب 3.2. بكام؟ ب 3.2. طب 3.2 دي اقدر اعمل لها ابروكسيميت ان هي تزود، يعني ال 2 ممكن تزود ال 3 تخليها 4 ولا لا؟ لا ما تقدرش. يعني ده هيطلع معايا closer to 3، قريب من ال 3. طيب عندنا بقى فكرة أساسية. هما دلوقتي الرقمين دول الراشنال نمبر والإيراشنال نمبر كانوا بعيد عن بعض. كان عندي حاجة اسمها راشنال نمبر اللي هي الأرقام اللي ممكن تتكتب في شكل فراكشن، والإيراشنال نمبر اللي هي ما تقدرش تكتبها في شكل فراكشن. طيب عايزين نلم ان الاثنين دول في حتة واحدة. جت مجموعة جديدة أو سيت جديدة اسمها الريل نمبرز، وهي دي فكرة الدرس بتاع النهاردة، أو ده الفكرة الأساسية، أو ده الدرس بتاعنا أصلا. الريل نمبرز الدرس بتاعنا بيتكلم عن ايه؟ عن الريل نمبرز. قال لي ان الريل نمبرز دي هي عباره عن يونيون بتوين الراشنال نمبر والإيراشنال نمبرز. يعني ايه؟ يعني هي عباره عن الارقام اللي تقدر تكتبها في شكل فراكشن والارقام اللي ما تقدرش تكتبها في شكل فراكشن. يعني هي لمت كل حاجه من الاخر. يعني دلوقتي الريل نمبرز دي لمت لي كل حاجه، الكيو داش ولمت لي الكيو. تمام كده؟ يبقى هنا it's a set obtaining the union of the rational number and the irrational number. يبقى انا دلوقتي لما اجي اقول لك r هي عباره عن ايه؟ هتقول لي r هي عباره عن q union q داش، الq union الq داش. طب هل في حاجه مشتركه ما بين الq والq داش؟ في اي رقم مشترك ما بينهم؟ مهمه قوي الفكره دي. لو جه قال لي q intersect q داش هقول له فاي. مفيش اي حاجه بتربط الكيو بالكيو داش. الرقم اللي بينفع يتكتب في فراكشن ملوش علاقه بالرقم الثاني اللي ما ينفعش يتكتب في فراكشن. لو جيت بصيت هنا برضو هتلاقي ان في فاصل ما بينهم، دي الكيو داش ودي الكيو، والاثنين ما لهمش علاقه ببعض، كل واحد واخد جنب لوحده وملوش علاقه بالثاني. يعني انا دلوقتي عندي الريل نمبرز هي الست الكبيره اللي لمت كل حاجه، هي الست الكبيره اللي لمت كل حاجه. لو جيت بصيت هنا هتلاقي ان الريل نمبرز جواها مين؟ واحنا قلنا جواها الكيو، جواها الكيو داش. طب هي الكيو دي كان جواها ايه؟ الكيو دي اللي كان جواها الزد لسه قايلين عليها، وجواها الان، وجواها السي. والكيو دي فيها ارقام كتير قوي، فيها هول نمبرز، فيها ديسمالز، فيها فراكشنز، فيها حاجات كتير قوي. لكن الكيو داش دي غلبانه ملهاش غير حاجتين اتنين. ايه هما الحاجتين؟ سكوير روت لرقم مش بيرفكت سكوير مثلا زي 2، كيوب روت لرقم مش بيرفكت كيوب مثلا زي 3، والباي. الباي برضو نقدر نقول عليها ان هي irrational number. تمام؟ يعني انا دلوقتي لو جيت قلت بصيت للشكل ده هتلاقي ان الان
موجوده جوه الزد، والزد موجوده جوه الكيو، والكيو موجوده جوه الار. كل دول موجودين جوه مين؟ جوه الكيو، وكلهم برضو موجودين جوه الار اللي هي الريل نمبرز. لكن الكيو داش موجوده جوه الار. تمام؟ يعني كيو داش عباره عن ايه؟ زي ما قلنا هي عباره عن سكوير روت لرقم مش بيرفكت سكوير، كيوب روت لرقم مش بيرفكت كيوب، او الباي. طيب هيجي هنا يقول لك انا عايزك تستخدم belong or not belong. انا عايزك بس تقول لي هو الرقم ده موجود ولا مش موجود. belong دي كنا بنقول عليها او بنستخدمها عشان نقول الرقم ده موجود. belong يعني موجود، و not belong يعني مش موجود. موجود ولا مش موجود لمين؟ تعال نشوف الاسئله اللي عندنا. بيقول لي 0.63 الرقم ده موجود في الكيو داش ولا مش موجود في الكيو داش؟ بالنسبه للكيو داش، الكيو داش اللي هي الارقام اللي ما ينفعش تكتبها في شكل فراكشن. طب ده ينفع تكتبه في شكل فراكشن ولا ما ينفعش؟ تعال نشوف. 0.63 مش هي عباره عن 63 over 100؟ يعني الرقم ده اقدر اكتبه في شكل فراكشن، يبقى انا هقدر اقول ان هو doesn't belong. الرقم ده مش موجود في الكيو داش. طب بالنسبه لده، طبعا الار فيها كل حاجه. الار فيها كل النمبرز اللي احنا اتعاملنا معاهم سواء كان راشنال او irrational، يبقى انا دلوقتي اقدر اقول ان ده belong to real numbers. طب بالنسبه لده، الرقم ده بيقول لك هل هو موجود في الان ولا لا؟ مين الان؟ الان اللي هي natural numbers. الناتشرال نمبرز اللي هي كانت بوزيتيف بس، زيرو والبوزيتيف بس، يعني الرقم ده لازم يكون بوزيتيف. طب مش في ابسولوت فاليو؟ العصايتين دول كان اسمهم ابسولوت فاليو. ابسولوت فاليو دي كانت مهمتها ايه؟ مهمتها ان هي بتشيل لي النيجاتيف. يعني الرقم ده المفروض ان هو بوزيتيف، الرقم ده المفروض ان هو ايه؟ ان هو بوزيتيف، يعني ده belong للكيو، للان قصدي. تمام؟ طب هنا cubic root of 3 هل ده موجود في الكيو ولا مش موجود؟ لو جيت حضرتك كتبت الرقم ده على الكالكوليتر هتلاقي ان هو طلع معاك بديسمالز كتير قوي، يبقى الرقم ده doesn't belong to Q، مش موجود في الكيو. طب هنا بقى انا لسه كنت بقول لك ان الار فيها كل حاجه، صح؟ مش الار فيها كل حاجه ما عدا ده. دي الحاجة الوحيدة اللي مش موجودة في الار. ما ينفعش ناخد سكوير روت لرقم نيجاتيف. من السنة اللي فاتت ومن السنين اللي فاتت كلها كنا بنقول ما ينفعش تاخد سكوير روت لرقم نيجاتيف، ده مش ريل اصلا. تمام؟ دي حاجة هناخدها في سينيور لسه. يبقى سكوير روت بتاع النيجاتيف 2 ده لو جيت كتبته على الكالكوليتر، الكالكوليتر هتقول لك بطل لعب يا حماده. تطلع لك كده شاشة كده كبيرة مكتوب فيها بطل لعب يا حماده. فالرقم ده مش موجود في الريل نمبرز. يبقى الريل نمبرز فيها كل حاجه ما عدا سكوير روت لرقم نيجاتيف. طب تعالى نشوف ده كيوبيك روت اوف 3 and 3 over 8. تعالى نشوفه على الكالكوليتر، هي هتقول لنا ده ينفع ولا ما ينفعش. كيوبيك روت اوف 3 and 3 over 8 بكام ده حضرتك؟ طلع معايا ب 3 over 2. 3 over 2 ده كده فراكشن. طب هل الفراكشن موجود في الزد؟ لا، الزد ما فيهاش فراكشنز، يبقى ده دلوقتي doesn't belong to z. نيجي بقى بعد كده للفكره بتاعه الايكويشنز اللي احنا اخدناها السنه اللي فاتت وحلينا عليها كتير قوي، هناخدها تاني السنه دي والسنين اللي جايه. الايكويشنز مكمله معاك على طول. طب بالنسبه للايكويشنز كنا بنحل الايكويشن ازاي؟ كنا بنقول ان في نمبر بيبقى جنب الاكس واي حد بيقعد جنب الاكس بيزعلها، فعشان ما نزعلش الاكس دي كنا بنعمل ايه؟ كنا بناخد الرقم ده نرميه الناحيه الثانيه. بالسهل كده؟ بالسهل، بس في حاجه بسيطه. اي حد بيعدي الناحيه الثانيه بتتغير الساين بتاعته. يعني لو هو كان ماينس زي ده بيبقى بلس، لو هو كان تايمز بيبقى ديفايد، لو العكس لو كان بلس بيروح ماينس. يعني هنا مثلا x باور 2 minus 6 equal 0. انا عايز احل الايكويشن دي. عشان احل الايكويشن اول حاجه هعملها ان انا هرمي ال6 الناحيه الثانيه، فنزلت معايا x باور 2 اهي لوحدها ايكوال كام؟ قلت هيعدي الناحيه الثانيه هيتغير الساين بتاعته هيبقى بوزيتيف، يعني ده طلع معايا بوزيتيف 6. طب فاضل حاجه، الباور ده برضو مزعل اكس، هخلص منه ازاي؟ قلنا قبل كده ان عكس الباور هو الروت وعكس الروت هو الباور. عشان اخلص من الباور لازم اعمل روت. طب هو باور 2 عكس الباور 2 ايه؟ السكوير روت. يبقى انا عشان اخلص من باور 2 هعمل لها سكوير روت. يعني انا دلوقتي هقول ان الاكس ايكوال
سكوير روت اوف 6. كده انا المفروض ان انا خلصت. طب هو بيقول لي انا عايز السوليوشن سيت لو الاكس موجوده في كيو. طب هو الرقم ده موجود في كيو؟ الروت بتاع ال6 ده هل هو راشنال نمبر ولا لا؟ هو دلوقتي doesn't مش راشنال نمبر، يبقى انا هقول ان الاكس دي equal 6، يبقى السوليوشن سيت equal 5. تمام كده؟ 5x باور 3 بلس 2 equal 2. طب انا هحل دي ازاي؟ هتقوم جاي عامل برضو نفس الفكره. مين اللي مزعل اكس؟ اللي مزعل اكس عندي هو ال 3 وال 5 والباور. هخلص من مين الاول؟ هخلص من ال 3 دي الاول. تمام، يبقى انا معايا 5x equal كام؟ equal 2 هيروح لها minus 3 equal 2 minus 3، يعني برضو ال 5x equal كام؟ ال 5x هيطلع معاك بالنيجاتيف 1. تمام، حلو الكلام ده. عايز اخلص من مين تاني؟ هي الاكس اصلا باور 3، ماشي ما خدناش بالنا من الباور. هخلص من مين تاني؟ هخلص من ال 5، يبقى هوديها هناك. بس هوديها هناك ازاي؟ هي معمول لها ايه؟ هي معمول لها تايمز. طالما الرقم لازق في الاكس كده يبقى هو معمول له تايمز. هيروح الناحيه الثانيه بايه؟ بالديفايد. يبقى دلوقتي انا معايا اكس باور 3 ايكوال نيجاتيف 1 اوفر 5. تمام، اخر خطوه ان انا عايز اخلص من الباور. هخلص من الباور ازاي؟ هعمل كيوبيك روت للرقم ده. يبقى الاكس هي عباره عن كيوبيك روت للنيجاتيف 1 اوفر 5، واكتبه على الكالكوليتر. والله طلع معايا راشنال هقول له ده راشنال، طلع معايا ايراشنال هقول له ده ايراشنال. اهو كيوبيك روت لنيجاتيف 1 اوفر 5 بكام ده حضرتك؟ طلع معايا بالشكل ده، يعني هو irrational. طب هو كان عايز الحل في مين؟ هو كان عايز الحل في كيو داش، يعني ده ينفع؟ ينفع. يبقى انا هقول له solution set equal واكتب الرقم ده زي ما هو cubic root of negative 1 over 5. تمام، نيجي اللي بعدها. بيقول لي هنا 6x power 3 minus 3 equal 4x power 3 plus 7. لما كنا بتجيلنا مسائل بالشكل ده كان اهم حاجه عندي ان انا اجمع النمبرز مع بعض واجمع الاكسات مع بعض. يعني ايه برضو؟ يعني انا هودي الاكس عند اختها واودي النمبر عند اخوه هناك الناحيه الثانيه. تعال نشوف برضو، انا عارف ان هي مش واصله لسه، تعال نشوفها عامله ازاي. هودي النمبر ده الناحيه الثانيه كده، يعني ال 3 هتروح هناك عند ال 7، وطبعا اي حد بيعدي بيتغير الساين بتاعته. يعني انا دلوقتي معايا 6x باور 3 تمام، والناحيه الثانيه معايا 7 هيجي لها بلس 3. طب بالنسبه لل 4x باور 3 دي ما تجيبها عند اختها هنا، يبقى هتعدي الناحيه الثانيه هتتغير الساين بتاعتها هتبقى بالنيجاتيف، نيجاتيف 4x باور 3 برضو. كده انا جمعت زي ما بقول لك الاكسات مع بعض والنمبرز مع بعض. ابدا اشوف بقى هنعمل ايه. هو هنا 7 بلس 3 بكام؟ 7 بلس 3 ايكوال 10. طب هنا 6 minus 4 6 minus 4 equal 2. انا بتعامل مع النمبرز عادي. طب الاكس باور 3 هتنزل زي ما هي، محدش يقول لي هزود على الباور ولا هعمل حاجه في الباور. اكس باور 3 زي ما هي. يبقى 2x باور 3 equal 10. طب هعمل ايه دلوقتي؟ هعمل ديفايد على 2، يعني الاكس باور 3 دلوقتي هتطلع معايا بكام؟ equal 10 divided 2 يعني 5. اخر خطوه هاخد الكيوبيك روت، يطلع معايا ان الاكس ايكوال كيوبيك روت اوف 5 يعني ايكوال كام؟ كيوبيك روت بتاع ال 5 اللي هو هيطلع معاك على الكالكوليتر زي ما هو او يطلع بديسمالز كتير. هو عايز السوليوشن سيت في مين؟ في ار، يبقى انا هقول له سوليوشن سيت ان ار سوليوشن سيت ايكوال الرقم ده اللي هو كيوبيك روت اوف 5. تمام، كده يبقى احنا خلصنا اول درس كده خلطه كله بكل تفاصيله بكل حاجه فيه. هنحل بس شويه اسئله عليه وخلاص كده. تمام، عندي هنا بيقول لي سكوير روت. انا عايز اعرف الرقم ده belong لمين؟ هل هو belong للكيو ولا belong to كيو داش؟ سكوير روت بتاع ال5 طبعا اشتغل معايا بقى كده ورقه وقلم واشتغل، والشيت ده هسيبه لك على قناه التليجرام تحمل الشيت وتحل معايا.
سكوير روت بتاع 5 belong لمين؟ belong للكيو ولا للكيو داش؟ هنا هتكتبه على الكالكوليتر هتلاقي ان هو belong to q dash. طيب هنا نيجاتيف او كيوبيك روت اوف نيجاتيف 27 اكتبها على الكالكوليتر يطلع معاك بنيجاتيف 3 يعني ده كده كيو. طب ده طالما هو ديسمال كده يبقى اقدر اقول ان هو كيو belong to Q. بس هو ضحك علينا هنا كتب لي doesn't belong لمين؟ مش موجود في مين؟ هقول له مش موجود في الكيو داش. طب هنا نفس الفكره نيجاتيف 3 اوفر 4 نيجاتيف 3 اوفر 4 دي مش موجوده في مين؟ مش موجوده في الكيو داش، هي موجوده في الكيو. طب هنا روت 49 روت 49 هيطلع معانا ب 7. طب هي ال 7 دي موجوده في الكيو ولا في الكيو داش؟ هقول له موجوده في الكيو. طب باي اوفر 3 احنا قلنا ان الباي على طول ده ايه؟ ده irrational number. لو جينا قلنا باي اوفر 3 طب ما تيجي نشوف شكلها كده عامل ازاي؟ ادي الكالكوليتر الباي اهي موجوده هنا هتتك شيفت كده وتتك على الرقم ده اوفر 3 بكام ده؟ برضو irrational number. طالما هو irrational number يبقى مش موجود في الراشنال، مش موجود في الكيو. هنا بقى بيقول لي انا عايزك تعمل راوندنج للنمبر ده to the nearest hundreds. عشان اعمل له راوندنج to the nearest hundreds همسك الكالكوليتر واكتب الرقم عليها square root of 11 بكام ده حضرتك؟ هتقول لك ده عباره عن 3.316 3.316. طب عشان اعمل له راوندنج لمين؟ راوندنج لمين؟ قال لك راوندنج to the nearest hundreds. عشان اعمل له راوندنج to the nearest hundreds نفتكر كده كان عندي حاجه ارقام اسمها rich numbers وارقام اسمها poor numbers. الريتش numbers دول هم من ال5 وانت طالع يعني 5 6 7 8 9 دول اسمهم rich numbers. كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيزودوا اللي قبله، لو حد طلب منهم حاجه بيدوا له. لكن البور نمبرز اللي هم 0 1 2 3 4 الارقام دي ما كانتش بتزود حد. طيب هنا ده ال6 هو قال لي تو ذا نيرست هندردز هتعمل خط عند مين؟ عند الهندردز اللي هو قال عليها وتبص على اللي قبله او اللي بعده اللي هو ال6. ال6 دي ريتش ولا بور؟ هي ريتش يعني هتزوده ولا مش هتزوده؟ هتزوده. يبقى انت دلوقتي تقدر تقول ان هي عباره عن 3.32. الريتش بيزود 1 بس بيديله جنيه وبيجري عشان ما يطلبش منه حاجه ثانيه، بيديله جنيه وبيمشي خلاص ال6 اختفت مع السلامه. طب نشوف اللي بعدها كيوبيك روت اوف 7 تكتب كيوبيك روت اوف 7 بكام دي؟ 1.912 طبعا في ديسمالز ثانيه كتير بس احنا بناخد ايه 3 كده ونعمل لها راوندنج زي ما هم عايزين. هو عايزها نعمل لها ابروكسيميت او راوندنج تو ذا نيرست 10th اللي هو اول واحد ده اسمه 10th وده طبعا اسمه hundreds. ال9 دي هشوف اللي قبلها هل هو ريتش هيديها ولا مش هيديها. طبعا ده بور مش هيديها حاجه يعني هتفضل معايا 1.9. ال1 وال2 دول راحوا فين؟ ال1 خلاص اخدت بعضها ومشت واخدت معاها ال2. طب اللي بعدها كيوبيك روت اوف نيجاتيف 9 to the nearest hundreds. تعالى نشوف كيوبيك روت بتاع نيجاتيف 9 ده بكام؟ كيوبيك روت اوف نيجاتيف 9 طلع معايا بالشكل ده. هو عايز يعمل لها راوندنج تو ذا نيرست hundreds. hundreds يعني ايه؟ يعني اللي هو ال8 ده هو بيقول لي نيجاتيف 2.0800 شويه ارقام، فهي ال8 بعدها 0 الزيرو اصلا مش هتزودها، هي قبلها 0 وبعدها 0 فتنزل زي ما هي اللي هي نيجاتيف 2.08. طب هنا سكوير روت اوف 15 عايز نعمل لها راوند تو ذا نيرست 10th. سكوير روت اوف 15 بكام دي؟ 3.872. نكتب الرقم الاول 3.872. طيب to the nearest 10th يعني هعمل لاين على ده اللي انا عايز اعمل له راوند. ال7 هتزوده هتزوده هتخليه 9 يعني ده كده دلوقتي اصبح معايا 3.9 تمام. نيجي بعد كده هنلاقي عندنا equations تاني او inequality تاني. تعال نشوف ده كده ايه الفكره دي. بيقول لي هنا find the value of x. انا عايزك تجيب لي الفاليو بتاعت الاكس. ايه الاكس اللي هنا؟ انا عندي السكوير روت بتاع ال2 ده ما بين حاجه
ونفس الحاجه بس لما ازود عليها 1. ايه اللي انت بتقوله ده؟ مش فاهم حاجه. مش انا مش من شويه لما جيت قلت لك شوف لي الروت 2 ده موجود ما بين مين ومين، كتبته على الكالكوليتر وقلت لي ان هو ما بين ال1 وال2. نفس الفكره بالظبط. هتكتب الروت 2 على الكالكوليتر وتشوف هو ما بين مين ومين. يعني دلوقتي انا معايا روت 2 بكام؟ الروت 2 1 بوينت شويه، هو ما بين ال1 وال2. تمام. هتاخد الاقل الصغير هو ما بين مين؟ ال1 وال2. يعني هنا الاكس دي ب1 والتاني ده بكام؟ ب2، وهو الروت 2 موجود ما بينهم. بس كده؟ بس كده. يعني هو عايز دلوقتي، هو عايز الفاليو بتاعت الاكس، هتقول ان الاكس هو الرقم الصغير ده، يعني الاكس ايكوال 1. تاني تعال نشوف اللي بعدها. سكوير روت اوف 80، انا عايز اعرف سكوير روت اوف 80 ما بين مين ومين. تمام. هتكتب سكوير روت اوف 80 على الكالكوليتر. طلع معانا بالشكل ده 4 روت 5. يعني كام 4 روت 5 ده؟ ب 8.9. 8 بوينت كام؟ 8.9. يعني الرقم ده ما بين مين ومين؟ ما بين ال 8 وما بين ال 9. سكوير روت اوف 80 هو between ال 8 وال 9. between ال 8 وال 9 يعني هو ايه؟ يعني هو دلوقتي الاكس قصدي بكام؟ الاكس دلوقتي هنقول ان هي ايكوال 8. تمام. هنشوف اللي بعدها. هنا بقى بيقول لك كيوبيك روت اوف 5. انا عايز اعرف كيوبيك روت اوف 5 دي ما بين مين ومين. بنفس الفكره هتمسك الكالكوليتر وهتكتب عليها كيوبيك روت اوف 5. طلعت معايا 1.70 مش عارفه ايه، شويه حركات كده غريبه. هقول له ان كيوبيك روت اوف 5 هي ما بين ال1 واللي بعد ال1 هو مين؟ اللي بعد ال1 هو ال2. يعني الاكس بكام؟ يعني الاكس ب1. تمام. نفس الفكره absolute value of negative cubic root of 50. نفس الفكره اعملها بقى وقول لي الناتج طلع معاك بكام. تعال نشوف اللي بعدها. هنا بيقول لك بروف ذات. انا عايزك تثبت لي ايه؟ هو احنا رجعنا للبروف تاني؟ البروف عندنا في بروف في الالجبرا وفي بروف في الجيومتري. البروف في الالجبرا بيكون سهل قوي ما فيهوش اي حاجه، دي هي حاجات بسيطه خالص. هو عايز انك تثبت ان روت 2 موجود ما بين ال 1.4 وال 1.5. طب انا هثبت ده ازاي؟ قدامك حلين. الحل الاولاني انك تستخدم الكالكوليتر. هستخدم الكالكوليتر ازاي؟ هتقوم جاي ماسك الكالكوليتر كده تكتب عليها سكوير روت اوف 2 وتشوف بكام. طلع معايا ب 1.41. 1 بوينت كام؟ 41. تمام. هو عايز يثبت ان هي ما بين مين ومين؟ ما بين ال 1.4 و 1.5. ما هي فعلا كده. طب نكتبها ازاي بقى؟ هقول له دلوقتي since ان سكوير روت اوف 2 equal 1.41. since دي معناها ايه؟ since دي معناها بالعربي كده بما ان، او مش الرقم ده equal كذا، مش الرقم ده equal كذا. طيب انت استفدت ايه؟ هتقول لي therefore. therefore دي اللي هي انا استفدت بقى. استفدت ايه حضرتك؟ استفدت ان ال 1.41 ده ما بين ال 1.4 وال 1.5. طبعا 1.4 هي 1.40. لو حطيت لها زيرو هنا ولو حطيت زيرو هنا برده مش هيأثر معاك في حاجه. احنا بس بنظبطه المساله زي ما احنا عايزين. يبقى 1.41 دي ما بين ده وما بين ده، وده اللي انت عايزه. مش ده هو ده، مش الرقم ده هو السكوير روت 2. يبقى انا اقدر اقول ان السكوير روت بتاع 2 هو ما بين ال 1.4 وال 1.5. بس كده؟ والله بس كده. كانك بتاخدني على قد عقلي. مش انت عايز تثبت ان هو ما بين ال 1.4 وال 1.5؟ خد يا عم، هو ما بين ال 1.4 وال 1.5. خده على قد عقله من الاخر. المساله دي اسمها مساله خده على قد عقله. نفس الفكره هنا. كيوبيك روت اوف 15 انا عايز اثبت ان هي ما بين 2.4 و 2.5. نفس الفكره. امسك الكالكوليتر بقى وريني كده هتعمل ايه. اهو كيوبيك روت في كام؟ اوف 15 قلنا. اوف 15 بكام دي حضرتك؟ طلعت معايا ب 2.46 او 2.46 شويه ارقام تانيه. يبقى انا هقول له since ان كيوبيك روت اوف 15 هو equal 2.46. تمام. طيب يبقى ال 2.46 دي ما بين ال 2.40 وال 2.50 زي ما قلنا. يبقى دلوقتي هتقوم جاي حاطط ال
46 دي 46 هي ما بين مين ومين؟ هي ما بين ال 2.4 وال 2.5. تمام، طالما هي ما بين ال 2.4 وال 2.5 يبقى خلاص كده اقدر اقول ال 2.46 هي between، او ال 2.46 اللي هي اصلا كانت مين؟ اللي هي اصلا كانت cubic root of 15. يبقى انا هقول له على طول ان cubic root of 15 هي ما بين ال 2.4 وال 2.5. تمام. نفس الفكرة بالظبط، بيقول لك هنا عايزك تثبت لي ان square root of 3 minus 1 lies between الاثنين دول. نفس الفكرة هتعملها، هتمسك square root of 3 point او 3 minus 1 ده هتشوف بكام؟ square root of 3 minus 1 بكام ده حضرتك؟ طلع معايا بالشكل ده اللي هو 0.73. يبقى انا هقول له ده equal 0.73 اللي هو مين؟ اللي هو square root of 3 minus 1 equal 0.73. يعني ما بين ده وما بين ده نفس الفكرة اهو 0.73 between 0.80 و 0.70. يعني ال square root of 3 minus 1 ده between ال 0.8 وال 0.7. طبعا الأخيرة ليك أنت هتحلها. عندنا شوية equations هنا هنحل منهم كام واحدة؟ تعالى نحله مثلا من أول هنا، الأولانيين بيكونوا سهلين حلهم أنت. بيقول لي هنا find solution set in Q، أنا عايز الحل في Q. معايا x power 3 minus 11 equal 3، عايز احلها. اول حاجه هتعملها ايه؟ هنخلص من اللي مزعل الاكس. مين مزعل الاكس الاول؟ عندي ال 11 دي هترميها الناحيه الثانيه، هتروح هناك بلس لان هي كانت ماينس. يبقى x power 3 equal كام؟ equal 3 plus 11، يبقى هي عباره عن 3 plus 11. كلام جميل. يبقى دلوقتي x power 3 equal 3 plus 11 اللي هو كام؟ اللي هو equal 14. تمام. هناخد دلوقتي ايه؟ الكيوبيك روت لل 14، يبقى الاكس ايكوال كيوبيك روت اوف 14. تمام. تكتب الكيوبيك روت اوف 14 على الكالكوليتر، شوف هي هتطلع معايا برقم ولا مش هتطلع معايا برقم. كيوبيك روت اوف 14 طلعت معايا بديسمالز كتير، يعني الرقم ده irrational وهو عايزها فعلا في الكيو. يبقى هقول له solution set in Q هو كام؟ هو عبارة عن cubic root of 14. طيب نيجي اللي بعدها 2x power 2 minus 3 equal 9. هتخلص من مين الأول؟ برضه هخلص من اللي مزعل x اللي بعيد ده اللي هو 3. يعني هيتبقى معاك 2x power 2 equal كام؟ equal 3 plus 9، يعني هقول له 3 بلس 9 اللي هي ايكوال كام؟ ايكوال 12. تمام. بعد كده هخلص من مين تاني؟ هخلص من ال 2. ال 2 هتروح الناحيه الثانيه بالديفايد، يبقى ال 2 دي هتروح الناحيه الثانيه بالديفايد. يبقى انا معايا x باور 2 ايكوال هي 12 ديفايدد 2 كام؟ 12 ديفايدد 2 هتطلع معاك ب 6. تمام. اخر حاجه هتعملها انك هتاخد سكوير روت لل 6، يبقى الاكس ايكوال سكوير روت اوف 6. يعني هتكتبها على الكالكوليتر تشوف معايا هتطلع irrational number برضو. يبقى السوليوشن سيت ايكوال سكوير روت اوف 6. تمام. نيجي اللي بعدها، عندي هنا 2x باور 3 بلس 1 ايكوال 18. هنا دلوقتي هنخلص من مين الاول؟ واحد هيجي يقول لي يا مستر انت قلت لي هنخلص من البعيد ده الاول، بس دلوقتي ما ينفعش. ليه؟ لان في 2 هنا، دي بره البراكت، يعني هي معموله تايمز في البراكت، يعني هي معموله تايمز في الاثنين دول مش في واحد بس. طبعا احنا كنا بنعمل ديستريبيوت، كنا بنوزع، بنعملها تايمز لده مره ونعملها تايمز لده بره.
تمام. طب لو مش عايز اعمل ديستريبيوت هعمل ايه؟ هخلص منها على طول، تخلص من ال2 دي على طول. طب ازاي؟ هتقوم جاي عامل كده over 2، تعمل كده وتقول انا هعمل ديفايد على 2 هنا وديفايد على 2 هنا. تمام. اتبقى معاك مين؟ هيتبقى معاك الاكس باور 3 بلس 1 ايكوال كام؟ الاكس باور 3 بلس 1 ده ايكوال ال 18 تعملها ديفايد 2 يعني تطلع معاك ب 9. طيب تاني خطوه هنخلص من اللي مزعل الاكس اللي هو ال1 هيروح هناك بالماينس. تمام الكلام جميل قوي. يبقى الاكس باور 3 ايكوال 9 ماينس 1 بكام؟ 9 ماينس 1 اللي هو ايكوال 8. حلو قوي الكلام ده. هنعمل ايه بعد كده؟ هناخد كيوبيك روت بقى لل8، عايز اخلص من الباور هاخد الروت. يبقى الاكس ايكوال كيوبيك روت لل8 يعني هيطلع معاك ب2. طب واحده واحده كده، هي ال2 دي موجوده في الكيو ولا مش موجوده؟ موجوده في الكيو داش قصدي ولا مش موجوده؟ لا ال2 دي مش موجوده في الكيو داش، يبقى السوليوشن سيت هنا هنقدر نقول ان هي ايكوال 5. تمام. تعال نشوف اللي بعدها. هنا بيقول لي 5x باور 2 minus 14 equal 2x باور 2 بلس 7. قلنا لما يبقى عندي بالشكل ده بنودي الاكسات مع بعض ونودي النمبرز مع بعض. يعني 5x باور 2 دي ثابته في مكانها، هيجي لها minus 2x باور 2 برضو، والناحيه الثانيه عندي 7 هيروح لها بلس 14. تمام. طيب هجمع نفس الفكره، 5 minus 2 يعني 3 x باور 2 equal هو 7 بلس 14 بكام؟ 7 بلس 14 هيطلع معاك ب 21. هنعمل ديفايد على 3 هنا وهنا، يطلع معاك ان الاكس باور 2 21 ديفايد 3 اللي هي equal 7. اخر خطوه هتاخد سكوير روت، يبقى الاكس ايكوال سكوير روت اوف 7 يعني السوليوشن سيت هي سكوير روت اوف 7. تمام. نيجي للي بعدها. بيقول لي هنا complete each of the following. تعال نشوف بقى اسئله الكومبليت بتيجي عامله ازاي. بيقول لي هنا Q intersect Q dash. الكيو لما تعمل لها intersect مع الكيو داش تطلع معاك بكام؟ طبعا Q intersect Q dash مفيش حاجه مشتركه ما بين الكيو والكيو داش، يبقى هقول له فاي. طب هنا Q union Q dash، الكيو لما تتحد بقى مع الكيو داش هيطلعوا لي ايه؟ الكيو لما تتحد مع الكيو داش هتطلع لي R اللي هي الريل نمبرز كلها. طب هنا square root of 41 انا عايز اعمل له راوند تو ذا nearest whole number، فتمسك الكالكوليتر الشقيانه بتاعتنا تكتب عليها square root of 41 وتشوف هتطلع بكام. بكام حضرتك؟ هتقول لك ب 6.4. 6.4 انا عايز اعملها راوند تو ذا هول نمبر، يعني ال4 دي ممكن تزود ال6 ولا لا؟ مش هتزودها، يبقى انا هقول له الناتج هيطلع معايا ب 6 بس. نفس الفكره cubic root of 25 عايز اعمل لها round to the nearest whole number، هتكتب cubic root of 25 بكام حضرتك؟ ب 2.9. 2.9 ال 9 بتزود طبعا يعني هتخليها لي كام؟ هتخليها لي 3. يلا حل معايا بقى بسرعه كده. اللي بعدها x between ال 80 قصدي square root of 80 between الاكس والاكس بلس 1 ما بين رقمين، انا عايز اعرف مين الاكس يعني عايز اعرف مين الرقم الصغير، هتكتب برضو على الكالكوليتر الكيوبيك روت او السكوير روت اوف 80. طبعا لو ملاحظ الدرس كله اغلبه بالكالكوليتر مفيش حاجه فيها صعوبه يعني، كل شغلنا كل النهارده كان بالكالكوليتر. طلع معايا بكام؟ طلع معايا ب 8.9 يعني 8 يعني هو قريب من ال 8، انا هاخد الرقم الصغير يبقى ده الاكس ب 8. هنا بيقول لك نيجاتيف سكوير روت اوف 7 ولا نيجاتيف 2.6، هنشوفوا مين الاكبر، بس عشان اشوف مين الاكبر لازم اعرف النيجاتيف سكوير روت اوف 7 ده بكام اصلا. بنيجاتيف 2.64 بقى، ركز بقى هنا ده 2.6 بس لكن ده 64. طيب يعني عدى ال 6 صح؟ يبقى انا هقدر اقول ان ده هو سوري بقى العكس
يبقى ده هو الاكبر. طبعا احنا كنا عارفين ان في النيجاتيف الصغير هو اللي بيكسب، نيجاتيف 1 تكسب نيجاتيف مليون. تمام. طيب نيجي هنا بيقول لي a cube whose volume is 300 سنتيمتر كيوب. انا عايز اعرف الايدج لانس بتاعه. هو الكيوب الفوليوم بتاعه كان عباره عن ايه؟ الكيوب الفوليوم بتاعه كان عباره عن سايد تايمز سايد تايمز سايد، صح؟ يبقى انا دلوقتي عايز اعرف ايه الرقم اللي لما اعمله تايمز نفسه 3 مرات يديك 300. طبعا هتعمل الموضوع ده ازاي؟ هتاخد بس كيوبيك روت لل 300 وتشوف هتطلع بكام. ادي الكالكوليتر، هتكتب عليها كيوبيك روت اوف 300 بكام دي؟ طلعت معايا ب 6.69. خلاص هقول له هو عباره عن 6.69 او هو عباره عن كيوبيك روت اوف 300. خلاص خلصت. هنا بيقول لي the square whose area equal 15 سنتيمتر سكوير. انا عايز الايدج لينث بتاعه. السكوير كانت الاريا بتاعته السايد تايم السايد، يبقى عشان اجيب اللينث بتاعه هعمل سكوير روت ل 15 بس. تمام.